السلام عليكم. لو كنت من اللي اتحضنوا هم صغيرين واتقال لهم كلام إيجابي كتير وتلعب في شعرهم ما تلعبش في شخصيتهم، فغالبا الحلقة دي مش ليك. أما بقى لو كنت في علاقة مع مخدتك الكاتمة للصوت ونوع الكحل اللي مش بيسيح مع العياط، ولو كنت في علاقة مع سقف في أوضتك واتقال لك كتير أدي ده إنهي لو فلحت، فأهلا وسهلا بيك. تسمح لي احكي لك حدوته قبل ما اكلمك في اللي انت جاي لي عشانه واللي انا اصلا عايز اكلمك فيه. كان يا مكان كان في راجل في اول شبابه وساب مدرسته ورمى كراسته وكمل جيشه وتعليمه، وجاله جواب من الحكومة فيما معناه انه خلاص يقدر يستلم وظيفته. وبالفعل تعين في الحكومة واستلم وظيفته بمرتب قدر يخليه يفكر في شريكة حياته. بالمناسبة الشخص ده اسمه محدود الدخل. بالفعل بعد ما فكر شوية قدر إن هو يلاقي شريكة حياته اللي بالمناسبة اسمها المرأة العاملة. عاشوا في تبات وعلاوات وخلفوا طفل جميل سموه الطالب المتوسط، اللي كانت ولادته صعبة نوعا ما شوية لكونه بينزل لأول مرة الدنيا معهوش كتاب إرشادات ولا احنا عارفين نتعامل معاه ازاي. بس الحمد لله كان عندنا دستور موجود عند الستات القدماء بيعملوا كده زار مكثف بعد أسبوع من الولادة بيسموه سبوع، بيشهدوا اللي يسوى واللي ما يسواش، اللي بتبدأ مراسمه بعقوق الوالدين. اسمع كلام أمك، اسمعش كلام أبوك. ودعوات بقى بالشر المطلق زي يا رب يا ربنا تكبر وتبقى قدنا، فبيتمنوا لك مصير مظلم زي الضلمة اللي انت عايش فيها دلوقتي ومالية روحك. كمان بيبقى فيه من فوقيك كورال، فرقة كورال بتعزف نشاز، دورها الأساسي هو الدعوة ليك أو عليك بمد عمرك وسطنا عشان تمسك انت شعلة المعاناة من بعدهم. في ذكر عام ودعوة ثابتة، إن شاء الله تعيش إن شاء الله تعيش، واللي انت بتفهمه وقتها إنه دعوة سلمية للتعايش. بس لكونك جاهل ونازل بجهلك فريش فما فهمتش أو ودنك اتسدت، وهنا أنا عذرك لأن كيف الخلاص من إيد الهون وبيعزف نشاز في إيد جدتك واللي له رمزية عجيبة في الحياة المصرية اللي كنا أول صوت بتسمعه وأنت صغير وآخر صوت برضه بتسمعه وأنت كبير بعد ما مراتك تنزل بيه على دماغك في شجار سلمي أفضى إلى موتك. بس ما علينا بكل ده، الحمد لله انت دلوقتي نورت الدنيا. مش بس كده، ده انت في مصر. خد نفس عميق بقى وسخن لنا ميه للشاي، انسى بقى موضوع الولادة. تسمح لي اخدك من سريرك واكتئابك ووحدتك والضلمة اللي انت عايش فيها والكلام السلبي اللي بتسمعه من اهلك ونظرة عيلتك والمجتمع والناس اللي حواليك. لو كنت فاكر انك نزلت الدنيا سادة ما فاكش ميزة وابن خالتك احسن منك، فاسمح لي اقولك انك غلطان، مش عشان انت كويس ولا حاجة، ده عشان ابن خالتك امه مفهماه ان انت احسن منه وانتوا الاتنين عقلكوا ابيض من اللب الابيض. مش يلا بقى نشوف اكل عيشنا ونعرف انا عايزك في ايه. في عالم يحكمه ضرب الامثال والعبر هتلاقي كل واحد فينا كبر على نمط معين من التربية، بس هتلاحظ معظمنا إن ما كانش كلنا بيعدي عليه كلام من أهله عن فلان الناجح وفلانة الناجحة اللي شقوا طريق النجاح في ظروف أصعب بكتير قوي من اللي أنت تتخيلها أو ممكن تكون مريت بيها، ويبدأوا يصوروا لعقلك إن اللي حصل لهم كان طفرة كبيرة قوي من النجاح لكن كان عاوز رجالة، فبقوا يضربوا بيهم المثل وتتضرب انت بالحزام. الأهل أحيانا بيشوفوا ولادهم في صور مش منطقية ويدخلوهم مقارنات خسرانة من قبل ما تبدأ، وتلاحظ إنهم بيقارنوا بالأقل الأنجح اللي هو شوف إحنا معيشينك في إيه وفاشل، وتبدأ الصورة دي تكبر جواك وتتغلغل ومع الوقت تبدأ تصدقها وتؤمن إنك فاشل، وتبدأ بعدها تاخد منحنى مختلف خالص في حياتك فتحط أهلك في خانة الخصوم أحيانا، ويأتيك المرض النفسي من كل مكان وانت واقف سلبوتة مفيش دعم واحد في حياتك يستر اللي اتعرى من روحك. فهل ده معناه ان الاهل وحشين؟ الحقيقة لا، لان المشكلة فيك انت تحديدا في رؤيتك لنفسك. كلامهم بيأثر فيك لحد فين؟ بيديلك حافز انك تثبت انك عكس كده ولا لا؟ وبما انك هنا وبتسمعني فانت اكيد كبرت جاي هنا عشان تلاقي حل، فتعالى اخدك من ايدك لأول مرة حسيت فيها انك نضجت وابتديت تشوف نفسك وتحلل صح. اول نضج حقيقي لما تدرك ان كلمة فاشل دي مش صفة لكنها زرعة، واتزرعت جواك بدري جدا واتسقت بخوفك وبالمقارنات وكبرت وانت فاكرها شجرة اسمها الحقيقة. الدكتور كارل يونغ وده واحد من اللي فهم النفس البشرية بدري جدا كان بيقول فيما معناه اكتر حاجة بتدمر الانسان مش اللي حصل له لكن تفسيره للي حصل له. وانت يا ابن عمي فسرت كل سقوط على انه دليل مش تجربة، فسرت كل تأخير على انه نهاية
مش مرحلة. فسرت كل كلمة قاسية على إنه حكم نهائي في شخصيتك، مش من شخص متعصب منك وقتها. الدنيا ما قالتلكش إنك فاشل، ده صوت نابع من جواك انت تحدي، اتخلق من كتر ما سمعت ومن كتر ما صدقت. الفشل مش انك تقع، الفشل انك تصدق ان الوقعة دي معناها انك ما تستاهلش تقوم. والدكاترة النفسيين وعلماء النفس متفقين على حاجة واحدة، ان الانسان اللي بيشوف نفسه فاشل طول الوقت بيتصرف طول الوقت على انه فاشل حتى لو كان عنده امكانيات جبارة. طب يعني ايه يعني مشكلتك مش قلة فرص ولا قلة ذكاء ولا حتى الظروف، مشكلتك انك داخل متوقع الخسارة طول الوقت، وانت اتربيت ان الغلطة عيب وان السكوت قلة قيمة وان التجربة مخاطرة. فطبيعي تكبر وتخاف تجرب وتستغرب انت ليه محلك سر. الفشل يا ابن عمي مش ضد النجاح، لكنه جزء منه، زي الليل في اليوم. النهار بنشتغل، بنسعى، بنجري على لقمة عيشنا، غالبا هو ده اللي بيجيب لنا الفلوس. وبالليل بننام مفروض ونرتاح، عشان دي دوريات شغالة. محدش بيشتغل طول الوقت على إنه ينجح، فبيشتغل طول اليوم، لكنه بيشتغل على أجزاء من حياته عشان يوصل للحاجات اللي بيحلم بيها. أنت بتدخل أي تجربة أو أي حوار أو أي منكش بإنك هتخسره، والحقيقة إن ده مش منطقي ولا حتى معقول، وضد قوانين الدنيا والطبيعة اللي ربنا خلقها وأنشأها من يوم ما خلقت بني آدم. مفيش حاجة بتفضل كاملة، مفيش حاجة بتفضل ماشية على نمط ثابت. انت النهاردة لو راجعت كذا شخص في دماغك ودورت في حياتهم وابتديت تتخيل هو كان فين ووصل فين، ممكن أراهنك أنا وأنت وندخل في رهان. كم واحد الناس راهنت على فشل ونجح؟ كم واحد ما كانش ليه مستقبل وبقى ليه مستقبل؟ كم واحد فاجأك في حياته بإنه اتغير للأحسن؟ الفكرة هو ما قعدش درس تنمية بشرية ولا فكر كتير ولا قال أنا وأنا وأنا وأنا، لكنه دخل بقلبه جازف، قرب من كل حاجة وما خافش. انت مش خسران حاجة، انت حيلتك ايه عشان تخسر؟ انت اكتر ميم اتعمل على الفشل هو اكتر ميم نجح وطلع ترند وسمع مع الناس لانه بيوجع قوي، ومن كتر ما بيوجع قوي بيضحك قوي. انت حيلتك ايه تخسره؟ ما تجرب يا اخي. مش ده اللي كان بيضحكك؟ ليه تضحك الناس عليك؟ النهاردة بكل مشاكله يختلف عن بكرة بكل مشاكله. انت النهاردة في حال، بكرة في حال تاني خالص. العالم اللي بيتغير حواليك انت ما بتشاركش فيه ليه؟ تقول لي الظروف وتقول لي هنا وتقول لي هنا وتقول لي هنا، وبرغم كده كل يوم بيطلع شخص يبهرنا بقصة مختلفة، وبيطلع بنجاح مبهر وبيغير نظرة الناس فيه. انت كل ده بتخاف، انت اللي محجمك عقلك مش تجربتك. انت بتخاف من المية فبتخاف تنزل المية. انت ممكن تكون فاهم ان كلامي ده عبارة عن تنمية بشرية وان قصة بحكيها واسعة والحاجات دي وعافر وبتاع، لكن ده مش منطقي. انا بكلمك في شيء بعيشه كل يوم. ما كسرتش الدنيا ونجحت نجاح كبير قوي ومبهر قوي عشان اديك دروس، او اديك حاجات تقدر تعيش بيها. الفكرة انها في رحلة سعي بتعلم حاجات، ببدأ أشوف وأجرب وأتعامل. يمكن أنجح ويمكن ما أنجحش، بس كل مرة كنت بعافر فيها مع الدنيا كانت الدنيا في الآخر بتديني وشها. أنت متخيل إن الدنيا عطيك ظهرها وإن أنت ملكش حظ وملكش نصيب في حاجة، وإن البنت اللي سابتك عشان كلبت فلوس، وإن أنت الناس المفروض تحبك على طيبة قلبك، وإن أنت شخص ما بتحبش الواسطة، وإن أنت كان المفروض تجيب امتياز لكن الدكاترة ظلموك، وعشت في دور مظلومية غير طبيعي ومسافات كبيرة قوي من الصياح. أنت بتصيح طول الوقت لكن مش راكز طول الوقت. النهاردة اللي سبقك كتير، النهاردة اللي سبقك وصل لأنه مشى خطوات. انت بتبقى متخيل انك هتنجح من اول مرة، وده عمره ما هيحصل في حياتك ولا هتبدأ تشوفه. مفيش حاجة النهاردة هتزرعها وبكرة هتقلعها. بالبلدي مفيش حاجة النهاردة هتحطها وتاني يوم هتاخد ثمارها. النجاح عمره ما هيجي كده، ولا تحولك من شخص شايف نفسك فاشل ورامي ودنك لأهلك اللي شايفهم دلوقتي أشرار واقفين في صف الخصوم. النجاح عبارة عن مرحلة نهائية من سعي مستمر وكامل. انت بتبقى فاهم الحياة، انت فاهم الحياة بمعنى بعيد شوية عن الواقع.
وده اللي بيحاول الناس يفهموه لك طول الوقت ويخدروك بان الفشل ده هو لغة العصر، النجاح هو لغة العصر. كل الناس النهاردة اللي عايزة تبقى حاجة بتبقى حاجة. الموضوع مش صعب، ولا الموضوع كارثي، ولا ان انت عشان تتعلم حاجة النهاردة محتاج انك تدفع فلوس كتيرة. او صدقني النهاردة انت مجرد ما بتكتب بس في سيرش على اي محرك بحث زي جوجل ايا كان، ان شاء الله لو حتى تدخل اي تكتب شات جي بي تي انا عايز اعمل كذا، مليون طريقة ومليون فرصة. زمان ما كانش موجود ده. انت حاصر نفسك في حتة اللي هو انا الشخص الفاشل اللي بيقولوا عليه، لكن الحقيقة هم اللي بيقولوا، وانت ابتديت تقتنع وتصدق ده. طب مين اللي هيقنعك بالعكس لو انت ما اقتنعتش؟ الحل مش تنمية بشرية ولا هقولك انت هتوصل والحاجات دي. الفكرة كلها هي جواك انت شخصيا. انت لو صدقت انك هتقدر هتلاقي كل الناس شايفاك انك بتقدر. والنجاح عمره ما هيوصل لك الا لو كنت عارف ان الناس ملهاش لازمة اصلا. انت كل اللي عايش فيه بتروح لفكرة هي الناس شايفاني ازاي. يا اخي ملعون ابو الناس، محدش فيهم هياكلك، محدش فيهم هيعلمك، محدش فيهم هيطبطب عليك. اللي بيضحك معاك النهارده بكره هيضحك عليك. انت النهارده لو نجحت هتلاقي الف عدو ليك. اهلك مش خصوم حقيقيه، اهلك عندهم مشكله في حاجه اسمها ارسال الاشارات. النهارده الاب والام بيكون عندهم حب غير مشروط ليك، لكن عنده مشكله في انه ازاي بيلقط الاشاره اللي يوصلها لدماغك، ان يقولك ان انا بحبك وان انا بخاف عليك وان انا عايزك احسن، بس يقولها بطريقه غريبه، طريقه هو لا تعلمها ولا درسها ولا فهمها. انت محتاج تدي العذر لأهلك على جهلهم في إرسال الإشارة المناسبة ليك وقت الحاجة ليهم. محتاج إنك تدرك إن الحياة النهاردة أسهل بكتير قوي في التعلم الذاتي والتعلم النفسي، وإنك تعرف الأمور النفسية والتربية الحديثة والقرب من الأولاد. دي تطبقها إن شاء الله مع أولادك لما تتجوز وتخلف، أو لو كنت متجوز وولادك صغيرين. لكن النهارده هتحاسب ابوك وامك بعد ما عدوا من سنين طويله في حياتهم على شكل تربيه ليك. يا سيدي خلوهم عملوا كل حاجه غلط، نفذوا معاك كل اساليب العقاب. انا عارف ان ده بيوجع وعارف قد ايه مؤثر، بس انت هتفضل لحد امتى عايش في الماضي؟ لحد امتى هتفضل تعاقب نفسك فيهم؟ لحد امتى هتفضل توري للناس نسختك اللي مش حقيقيه؟ انت نسختك الحقيقيه انت محارب، اتخلقت عشان تحارب، خصوصا لو راجل. النهاردة انت لازم تحارب كل يوم. كل يوم لما بطلع الشغل ببقى حاسس ان انا شايل السلاح بتاعي وطالع احارب. انا مش بعمل ده عشان انا مبسوط بده، انا بعمل ده عشان مفيش حل تاني غير كده. انا لو ما انا النهارده لو ما نزلتش حاربت هنهزم. والانهزام النهارده او الهزيمه الكبيره هي هزيمه نفسيه، هو انك هتتكسر. ومش بس هتتكسر لنفسك، انت لو النهارده مش مسؤول عن اسره انت بكره مسؤول عن اسره. وانت النهارده لو موجود مع اب وام فانت بتثبت في عينيهم نظريه الفشل عنك، ان انت بتصدر للناس حاجة مش حقيقية عنك. انت بتخاف تنزل الحرب لمجرد ان هيتقال عليك فاشل. ما يتقال عليك فاشل، انجح لنفسك. كل الناس هتقف تسقف لك بعد كده وتتمنى تبقى اصحابك. النهارده اصحابك اللي بايعينك بكره والله هيبعتوا لك كل يوم يطمنوا عليك، هيتصلوا عليك كتير جدا، هيسمعوا لك لما تتكلم، هيتمنوا ان هم يكونوا موجودين. هتلاقي الكومنتس بتاعتهم على البوست بتاعتك اللي موجوده على السوشيال ميديا عشان يعرفوا الناس ان فلان ده صاحبي. ليه حارم نفسك من كل ده؟ باختصار لانك خايف. لكن انت النهارده لو خايف فانت بكره خايف، بعده خايف، لحد ما تموت خايف. طب ما تجازف النهارده وتبدا. فكر في حاجه. انا مش جاي اكلمك النهارده في تعليم وفي اجتماعيات وفي شغل، كل ده في حلقات جايه كتيره، بس انا جاي ابدا معاك من البدايه. كيف ترى نفسك؟ شايف نفسك ازاي؟ ظالم نفسك لحد فين؟ هتفضل لحد امتى تساعد الظروف انها تأذيك وتيجي عليك؟ هتفضل لحد امتى خايف انك تدخل الحرب؟ الحرب للرجاله يا صاحبي، الحرب للرجاله. بيصعب عليا النهارده لما يكون في ناس كتيره قوي فرصها في الدنيا قليله وبتعافر. مش شرط انها تنجح، بس بتعمل اللي عليها. وانت ممكن يكون ظروفك احسن بكتير قوي من ناس كتيرة، لكنك واقف عند نمط معين، بتشيل الهزيمة وترميها على غيرك.
ترميها بقى على أهلك في تربية غلط، على عقاب كانوا بيعاقبوك بيه، على نظرة شايفها عن نفسك قديمة وترسخت جواك. طب ما تمشي ملط من مشاعرك، جرد نفسك من الدعم الكامل من أي حد، امشي من غير دعم. أي حد بيجي يقول لي إزاي أنجح في حاجة معينة وما زلت شايف نفسي مش إن أنا أدي استشارة لحد، لكن ممكن يكون عندي حاجة تساعدك، بقول له حاجة واحدة بس: جرد نفسك من أي دعم محيط بيك. ادخل الحرب وانت شايف كل الدنيا أعدائك، حاول تنتصر عليهم، بس تنتصر عليهم بانتصارك لنفسك، بإنك تبقى نسخة أحسن، بإنك تبقى شخص ملهم. الحياة مراحل، صدقني اللي انت فيه النهاردة هيختلف بكرة، فخليه للأحسن، متخلوش للأوحش. ابدأ رتب أفكارك ورتب دماغك، حط لنفسك جدول زمني: أنا ممكن أكون أحسن في إيه وأشتغل عليه. المستقبل بكرة هيوديني فين؟ البنت اللي سابتني أو اللي عايزها أو أيا كان، أنا عايز أبقى ناجح إزاي في العلاقات، عايز أبقى ناجح إزاي في حياتي العملية، عايز أبقى ناجح إزاي في التعليم، عايز أبقى ناجح إزاي في اجتماعياتي، أبقى ناجح إزاي في تكوين صداقات، أبقى ناجح إزاي في تكوين علاقات. أنت النهاردة محتاج إن الناس تشوفك بدل ما أنت هنا. بكرة الحرب مش هتبقى بتاعتك، بكرة ابنك هيجي يسألك يقول لك يا بابا ليه أنت مبقتش زي عمو فلان. الحل يا ابن عمي إنك تعترف إن اللي جواك مش حقيقتك، ده تاريخ، والتاريخ سهل جدا تعيد كتابته. عشان كده مصطفى إبراهيم كان بيقول: التاريخ ضمن الغنايم وبيكتبه الكسبان. انت النهاردة لو انتصرت في حربك الأساسية مع الدنيا، تقدر تعيد كتابة تاريخ كل شيء فشلت بيه النجاح. محدش هيقدر يغلطك ويقولك إن أنت كنت فاشل أو كنت مريت بكذا وكذا وكذا وكذا. فليه تكتب تاريخ هزايمك لما ممكن تكتب تاريخ نجاحاتك؟ ليه تفرط في حقك في إنك تبقى أفضل وتعيش في نسخة أحسن ليك؟ ومن هنا ومن اللحظة دي مش هقولك الدنيا سهلة ولا النجاح مضمون، بس أقدر أقولك إنك لو وقعت المرة الجاية هتقع، بس هتقوم فاهم، مش هتقوم مكسور زي كل مرة. والحلقة الجاية مش هنسأل ليه فشلنا، هنسأل إزاي نطلع من الفشل ده من غير ما نكره نفسنا. دي نهاية الحلقة، وإن شاء الله ده امتداد لحلقات كتيرة جاية هنتكلم فيها عن الحياة المهنية، العملية، الاجتماعية، كل حاجة بنمر بيها وبنعيش بيها، وإزاي نبقى أحسن في حياتنا. ولو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لنا لايك واشتراك في القناة، أحب أشوف رأيكم جدا في الكومنتات. كان معاكم محمد المصري، مع السلامة.